3 2 1. وزير الخارجية سامح شكري يخوض مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة. إيران تبدي استعدادها مع تحقيق وكالة الطاقة الذرية. الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من استوديو سكاي نيوز مع أبرز الأخبار العربية والعالمية في هذا اليوم. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مفاوضات سد النهضة لم تؤتي ثمارها، مشددا على أن الدولة المصرية ستدافع عن مصالح شعبها، وأعلن أن مصر دائما تسعى لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بما يضمن التنمية لإثيوبيا وعدم وقوع ضرر على دولتي المصب. وأشار إلى أن الدول الثلاث خاضت مفاوضات طويلة وقدمت مصر رؤى حول كيفية إدارة الملف بصورة متسقة مع قواعد القانون الدولي وتجارب الدول الأخرى. ذكرت وكالة رويترز أن تقريرا اطلت عليه كشف عن أن إيران قدمت تأكيدات رفيعة المستوى بأنها تعتزم التعاون مع وكالات الطاقة الذرية لحل قضايا الضمانات العالقة. وكشف التقرير كذلك على أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء مناقشات فنية من أجل توضيح مسألة جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7% في فوردو. وأكدت طهران استعدادها لتقديم مزيد من المعلومات والمساعدة في تحقيق الوكالة المتعثر منذ مدة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة في البلاد. وللمزيد من المعلومات والتوضيح يرحب بضيفنا مستشار الأهرام للدراسات الإنسانية السياسية والاستراتيجية دكتور حسن أبو طالب. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. في البداية، ما هي الخطوات التالية المتوقعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هذه التأكيدات والمناقشات الفنية؟ المتوقع دائما هو الاستمرار من قبل إيران في هذه الخطوات التي تخص تخصيب اليورانيوم دون النظر في المواقف الدولية المعارضة لذلك، ونحن نقصد بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك قوات الاحتلال، وهو الذي يتم من خلالهما في كواليس وخضم هذه الصراعات بعض الاتفاقيات سواء كانت المعلنة وغير المعلنة للاعتراض على استمرار إيران في هذه الخطوات التي تتم لتخصيب اليورانيوم. نعم دكتور حسن، بالنظر لاكتشاف جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة في البلاد، هل يمكن اعتبار هذه الخطوة من قبل إيران محاولة لكسب الوقت أم لا؟ إيران دائما تتميز بالمراوغة السياسية وعدم وضوح الموقف بشكل مباشر سواء فيما يخص تخصيب اليورانيوم أو فيما يخص حتى المواقف السياسية تجاه الدول في العالم سواء كان في الشرق الأوسط وغيره. فكون أن يتم الرهان على موقف إيران في الإعلان عنه، هذه هي مراهنة ربما تكون غير صحيحة وغير مناسبة، خاصة في هذا التوقيت المتأزم من التطورات والتصعيد الخطير من جانب إسرائيل وكذلك أيضا استهدافها لبعض الدول في الشرق الأوسط. شكرا دكتور حسن. ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 بمقياس ريختر جنوب وشمال تركيا وسوريا في فجر اليوم، وكان مركز مدينة أنطاكيا، وتسبب في العديد من الخسائر الفادحة وانهيار عدة مبان. وأعلن وزير الصحة والدفاع التركيان عن قرارهما بالإخلاء الفوري لمركز إدارة الكوارث في هاتاي في تركيا. وذكر أن تركيا تعيش حالة من الاضطراب والطوارئ بعد خروج الأهالي من عدة مباني. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة سكاي نيوز آية عبد الرحمن. في ظل الأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال، ما أنا بقوله لا، ما هو ده دي داخل الخبر، دي داخل سؤال الرئيسي، مش ده اللي احنا قلنا عليه ده. مش هو بقول. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة إكسترا نيوز أو سكاي نيوز. وأبدأ في السؤال أقول في ظل الأضرار الواسعة. لازم اسم المراسل ايه؟
تمام. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة إكسترا نيوز آية عبد الرحمن. السؤال على طول دايركت. في ظل الأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال جنوب تركيا، حدثينا عن طبيعة الأوضاع الميدانية حاليا من حيث استجابة السلطات وجهود الإنقاذ والصعوبات التي تواجه الفرق على الأرض، وهل هناك مؤشرات حقيقية على احتواء الأزمة بشكل عام؟ يوسف، تحياتي لك، وربما يعني سأتحدث عن الجديد العام فيما يحدث من موقع الحادث الآن في تركيا وبعد هذا الزلزال الضخم والمفاجئ الذي حدث على الأراضي التركية. نحن نتحدث مادية كثيرة وكذلك أيضا بشرية. لم يتم تحديد عدد الخسائر البشرية والأرواح حتى هذه اللحظة، ولكن ما تم تحديده هو أكثر من 700 مصاب، ومنهم يعني 300 في حالة خطيرة. توجهنا إلى العناية المشددة حتى نرصد يعني آخر التطورات في هذه الحالات، ولكن الأطباء هناك يعني متحفظين عن التصريح ببعض المعلومات للمؤسسات الإعلامية، وإن تردنا بعض المعلومات الجديدة سنتواصل بالطبع معكم حتى نرصد كل ما هو جديد على أرض الواقع. حسنا آية، هل يوجد إصابات بالغة أم يوجد إصابات طفيفة في مكان الحدث أم ماذا؟ يوسف، يعني ربما جاوبتك على هذا السؤال يعني في الإجابة السابقة، أن هناك 700 حالة إصابة، منهم 300 حالة مشددة وخطيرة. حسنا، شكرا لك آية. وأيضا وقعت السعودية وإيران على بيان مشترك ينص على عودة علاقتهما الدبلوماسية من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وجاء ذلك عقب اجتماع وزيري خارجي البلدين في بكين والتنسيق فيما بينهما لبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وإعادة فتح السفارتين في العاصمتين، كما اتفقا على استئناف الزيارات والرحلات الجوية وتسهيل تأشيرة الدخول للمواطنين. وبعد اجتماع بكين أول اجتماع رسمي لكبار الدبلوماسيين من البلدين منذ 7 سنوات. صرحت وزارة الخارجية في بيان لها أن وزيري خارجية مصر وسوريا قد عقدا اتفاقا ينص على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين بهدف تناول القضايا التي تمس مصالحهما. جاء ذلك عقب الزيارة التي أجرتها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لمصر، إضافة إلى أن هذه الزيارة تعتبر تمهيدا لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لتكون مؤشرا على إصلاح العلاقات بين الدول العربية والرئيس السوري بشار الأسد. وتعتبر هذه أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية سوري للقاهرة منذ 10 سنوات. نهاية النشرة الثالثة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.